ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات كلمتكم عن الرحلة اللي الواحد بياخدها عشان يتخرج من جامعة في ألمانيا. النهارده بقى في الفيديو دوت هكلمكم عن رحلتي أنا من أول ما جات لي فكرة السفر للدراسة في ألمانيا لحد لما اتخرجت وجبت شهادة جامعية من ألمانيا. فيلا بينا بقى نشوف رحلتي الغريبة في ال10 سنين اللي فاتوا دول. بصوا، هو أنا لما حسبتها دلوقتي لقيت إن الموضوع مش 10 سنين، يا ريت ده من 12 سنة، من أيام ما كان عندي 18 سنة، أنا دلوقتي عندي 30 سنة. المهم إن هو أنا كنت ساعتها داخل لسه معهد فني صحي ومحبط جدا إن أنا دخلت معهد فني صحي، ولقيت فجأة إن في ناس بتقول لي في حاجه اسمها السفر لالمانيا وتقدر تدرس فيها طب وتحقق حلم الثانويه العامه بتاعتك. فانا قلت ايه ده؟ يعني انا مجرد اتعلم الماني واسافر خلاص هبقى عندي القدره ان انا ادخل كليه طب؟ فالموضوع كان مزغلل عيني جدا، كنت غلبان قوي والله. المهم بقى ان اول خطوه اخدتها في الموضوع دوت هي خطوه ان انا اروح عند مدرس اخد كورس الماني، وانا بقى ما اعرفش اي حاجه. يعني انا رايح كده كورس الالماني ان هو اول خطوه وخلاص، ولا اعرف تقديم فين ولا هقدم ازاي ولا محتاج حساب بنكي ولا اي حاجه. انا مجرد بتعلم الماني عشان عارف ان انا محتاج الماني عشان ادرس في المانيا، لان انا هدرس بالالماني فلازم اتعلم الماني. مشيت في الكورس دوت شويه كده A1 بسيط، دخلت في الA2، وبعد كده لقيت نفسي كنت بخلص معهد فني صحي وجات لي حكايه جامعه فارس، فلغيت الالماني ده خالص وتقريبا نسيت معظم اللي كنت بتعلمه فيه ومشيت في الكليه. بس في دماغي برضو المانيا، لان انا دخلت علاج طبيعي وانا عيني على طب. وانا في علاج طبيعي صحيح كنت موقف كورس الالماني وبدات انسى الالماني اللي انا اتعلمته، بس كانت المعلومات معايا بتزيد، وكنت مع عبد الله صاحبي كنا بنجمع بقى معلومات على قد ما نقدر، واكتشفنا ان في حاجه اسمها معهد جوتا بتتعلم فيه الماني. ومعهد جوتا ده كمان مش مجرد مكان بتتعلم فيه الماني، لا، ممكن تعرف فيه معلومات عن الدراسة في ألمانيا، عشان في ناس بتيجي بتشرح لك الدراسة وكل الكلام دوت. فروحنا احنا الاثنين نسجل كورس الألماني في معهد جوتا. كان ساعتها معهد جوتا كان فاضي خالص، مفيش حد يعرف اصلا ان في حاجه اسمها معهد جوتا، والكورسات مش بتتملى في ثانيه زي دلوقتي. ودخلنا كده نسال في المكان الهو دوت ايه الاسعار بتاعتكم. هو المكان بصراحه كان شكله جامد وكنا خايفين يطلع الاسعار غاليه، فلقينا ادونا ورقه كده مكتوب فيها الاسعار. لقيت ان الكورسات ثمنها 2650، A1 A2 B1. قلنا حلو قوي، يعني ثلاث مستويات A1 A2 B1 ب 2650، يلا نروح نسجل. فلما جينا نسجل لقينا ان كل مستوى ب 2650 جنيه. رحنا قلنا لاهالينا، قالوا لنا 2650 جنيه منين؟ ده انت اصلا بتدفع في جامعه خاصه بلاوي زرقاء وعايز كمان تروح تسجل كورس الماني ليه يعني؟ بس بمعجزه من ربنا قدرنا احنا الاثنين نسجل كورس الالماني A1 ومشينا في اللغه. واثناء بقى ما احنا ماشيين في اللغه في الA1 والA2 والB1 كنا عمالين نلم معلومات. احنا ما كناش عارفين اصلا ازاي تقدم على الجامعه، ولا في حاجه اسمها اوني اسيست ولا اي معلومه. احنا بس كده ايه بنروح ناخد الكورس. وكان في يوم الثلاث تقريبا كان في فراو اسمها فراو راوشر تقريبا، دي كانت بتيجي بتتكلم الماني على عربي خفيف، بنمسكها نغسلها اسئله. يعني كنت على موبايلي، كان معايا موبايل نوت 2 ساعتها، كنت بكتب الاسئله بتاعتي اللي بتيجي في بالي انا وعبد الله طول الاسبوع، ونروح نسالها الاسبوع اللي وراه. والاوني اسيست بعدها تقريبا في نهايه الA2 او في الB1 اكتشفناه بالحظ وعرفنا ان في حاجه اسمها مكان بنقدم فيه على الجامعات علشان ندرس فيها. اثناء كده اكتشفنا ان في حاجه اسمها الحساب البنكي، وساعتها كان المفروض نحط 8040 يورو بسعر اليورو ساعتها كان 7 جنيه ونص 8 جنيه. ده كان بالنسبه لنا حاجه فوق الخرافه يعني، ولا نعرف هنجيبه منين. بس رغم كده قدمنا، ما تفهمش كانت دماغنا فيها ايه. يعني كانت دماغنا بص احنا هنسافر، يعني هنسافر حتى لو هنقدم ونجيب قبول وبعد كده ما نسافرش. بس هو ده اللي حصل يعني. ومشينا في كورس الالماني وكنا ناجحين فيه الى حد ما، حتى انا اخدت نص منحه في الB1 دفع لي نص ثمن الكورس، وكملت في كورس اللغه بتاع الB1 لحد لما نجحت وجبت شهاده الB1. الناحيه الثانيه في المقابل انا بقدم في الجامعه وجبت القبول بتاعها اوريدي في ايدي، وكان لازم انجح في الB1 دوت قبل ما اسافر، لان انا مقدم على الجامعه ان انا حاجه عندكم ادرس كورس اللغه من اول الB2. فنجاحي في الB1 كان لازم علشان اقدر اسافر. وفي نفس الوقت برضو انا مش عارف هجيب الحساب البنكي منين. انا لحد دلوقتي بسوف او ما بفكرش في الحته ديت علشان ما اتعبش. ساعتها بقى لما خلصت اللغه وخلاص معايا القبول،
اهلي بداوا يحسوا ان الموضوع فعلا بجد ده معاه قبول، ونجح في شهاده اللغه الالمانيه وتعب وبتاع، فيمكن حسوا ان في جزء مني ان انا خلاص جد جدا ان انا اسافر. فكان في شقلبه ان انا احاول اعمل الفلوس وخطط بقى، انا اللي عمال اعمل خطط واقول هستلف من فين ومن هنا وانا معايا كام ومعايا بتاع. المهم يعني من غير تفاصيل قدرت ان انا الم الفلوس بمعجزه. عبد الله صاحبي بمعجزتين مش معجزه واحده، ده ما كانش معاه فلوس خالص وتشقلب عشان يجيب الفلوس. المهم ان الفلوس في الاخر اتجمعت وبدانا نشوف بقى ايه موضوع ان احنا نعمل التاشيره بتاعتنا. فبعتنا للسفاره وقدمنا ولقينا في مواعيد كتير، وفي شكل كده غريب لقينا في ميعاد تاني يوم واحنا لسه مجهزين ورقنا ومعانا ورقه الحساب البنكي. فقلنا ليه ما نروحش بكره، يلا بينا. رحنا هناك المقابله بتاعت السفاره، والى حد ما كانت كويسه، اي ورقه محتاجينها بوديها لهم، بس كانوا معصلجين في حته ان انت هتاخد فيزا 3 شهور، وكورس الالماني اللي انت رايح عليه هو كورس بي 2 بياخد شهرين بس عندهم. فانت الشهر الثالث ده هتعمل ايه؟ فاضطريت ان انا اطلع بره السفاره اجيب ايميل من التواصل يعني اللي كنت بعمله مع الجامعات ان انا بعد البي 2 لو نجحت فيه بلحم على طول في السي 1 وبكمل فيه. بالايميل دوت هو اللي اقتنع بيه وبدأ يكمل معانا المقابلة ويسألنا بقى هتدرسوا ايه ليه مش عايزين تكملوا دراستكم في مصر مع انكم رايحين تدرسوا حاجة تانية. فقلنا له اللي احنا بندرس علاج طبيعي وعايزين نتطور كده ونروح ندرس طب. فالدنيا كانت لذيذة، بنعرف نرد عليه مع انه كان رخم. وعدت مقابلة السفارة بخيرها وشرها واستنينا حوالي 27 يوم. وفي اليوم ال 27 اتصلوا بعبد الله قالوا له ان الفيزا بتاعتك اتقبلت وتقدر تسافر المانيا، بس لازم تيجي تسلمنا الباسبور عشان نحط لك الفيزا عليه. وانا مفيش حد كلمني، وعبد الله طبعا اول ما جاله الموضوع دوت اتصل بيا وقال لي الحق الفيزا جات لي، حد كلمك او بتاع؟ ما كانش في حد كلمني ولا اي حاجه. فانا كنت قاعد كده مستني، طب ايه هم قبلوه، انا ايه ظروفي؟ وما استنيتش كتير بصراحه، حوالي ربع ساعه او نص ساعه، ولقيتهم بيتصلوا بيا وانا قاعد جنب التليفون مستني بقى التليفون. لازم ما تكلموه ما كلمونيش وانا مرعوب، كل الشقه اللي انا عملته ده ممكن يضيع على الفاضي. بس كلموني الحمد لله وقالوا لي الفيزا بتاعتك اتقبلت وتقدر برضو تيجي تسلم الباسبور علشان تاخد التأشيرة عليه. وسافرنا ألمانيا. بس قبل ما احكي لكم عن اللي حصل في ألمانيا خليني اقول لكم كلمة بسيطة كده عن السبونسر بتاع الفيديو دوت، وهو شركة اكسباتريو. شركة اكسباتريو بتساعدك انك انت تعمل الحساب البنكي المغلق بأسهل الخطوات وفي أسرع وقت. كمان شركة اكسباتريو عندها حاجة اسمها الفاليو باكج اللي بتخليك تقدر تعمل الحساب البنكي وتعمل كمان التأمين الصحي الإجباري في ألمانيا. فأنا برشح لكم جدا انكم تعملوا الحساب البنكي بتاعكم عن طريق شركة اكسباتريو هو والتأمين الصحي. وانا على ايامي لو كان في شركة اكسباتريو بتساعد كنت طبعا قدمت عليها من غير تفكير، لان هي بتلخص الحوارات جدا وبتسهل الامور. انا نفسي كان لما كنت بعمل الحساب البنكي اخد اسبوعين عبال ما اتفتح، لكن في شركة اكسباتريو انت في دقيقة بتعمله. حاولوا تشتركوا في شركة اكسباتريو خصوصا اليومين دولت، لان هم عاملين عرض خاص في شهر 7 انك تقدر تعمل الحساب البنكي المغلق بدون اي رسوم تسجيل فيه. فحاولوا تستغلوا العرض دلوقتي قبل ما يروح، لان شهر 7 خلاص بينتهي. بس كده، شكرا شركة اكسباتريو لرعاية الفيديو دوت. يلا بقى نشوف انا عملت ايه في المانيا. يوم السفر لألمانيا دوت انا فاكره زي ما يكون النهارده. السفر كان تقريبا من 8 سنين، يوم 22/7/2015. طبعا يوم كان كله مشاعر واحاسيس بقى، والاهل بيودعوك وبتاع، ومحدش عارف انك انت هتروح وهترجع بعد 8 سنين تاني، وفاكرين هتروح سنة سنتين وترجع بقى اجازات وبتاع. فما كانش حد عارف الموضوع ده، ولو كان حد عارف اصلا ان انا هروح ما ارجعش الا بعد 8 سنين كانوا منعوني اصلا ان انا اسافر، وكنت قعدت في مصر ما اتحركتش. بس هو مفيش حد يعلم الغيب. المهم سافرنا انا وعبد الله الطيران التركي تقريبا، الطيران التركي. دخلنا المانيا واحنا ما نعرفش حاجه، يعني احنا وصلنا فرانكفورت، في واحد صاحبنا اسمه مصطفى حجازي كنا عارفينه من على النت، استقبلنا ركبنا القطر ودانا المدينه اللي احنا رايحين عليها، مدينه جيسن. وبس كده، احنا في مدينه جيسن مش عارفين اي حاجه، لولا ستر ربنا ان انا كنت بحاول وانا في مصر ان انا اقدم على سكن، وكان في اوضه كنت خلاص هاخدها، بنت هي اللي كانت ماسكاها وكانت هتديها لي، يعني انا كان المؤجر اللي وراها، بس ما حصلش نصيب في اخر لحظه. فانا طلبت منها ان هي تقابلني في جيسن علشان توديني على الاقل هوستل انا وعبد الله نلاقي مكان نبات فيه ليلتنا. متخيلين احنا مش عارفين هننام فين ورايحين نقابل واحده احنا ما نعرفهاش، يعني ايه بالحب كده عرفنا بعض واتقابلنا، واخدتني انا وعبد الله ودتنا الهوستل، ورحنا هوستل كان ثمنه 25 يورو في الليله. الهوستل دوت ادانا ليلتين بس، وبعد كده طردنا وقال لنا خلاص الاوضه اللي انتوا قاعدين فيها ديت محجوزه لناس تانية هياخدوها.
فانت لازم تسيب المكان وتمشي. اخدنا شنطنا ومشينا في الشارع مش عارفين هنعمل ايه. ناس غريبه، بلد غريبه، 2 غلابه ماشيين بشنطهم مش عارفين يروحوا فين. عرفنا واحد مصري تاني اسمه حسن، ده موجود في ألمانيا من سنة 5 ابتدائي، فعارف إلى حد ما المدينة وبتاع. أخدنا على سكن الطلبة بشنطنا ودخلنا عليهم، قلنا لهم إحنا ملناش مكان ننام فيه ولازم تشوفوا لنا حل، إحنا هنبات في الشارع النهاردة. وفعلا ادونا سكن كده اسمه سكن الطوارئ، عبارة عن زي أوضة كبيرة كده أو عنبر فيه سراير كتير فوق بعضيهم، وقالوا لنا اقعدوا في الأوضة دي 10 أيام لحد ما نشوف لكم صرفة ونديكم سكن طلبة. وفعلا بعد 10 أيام ادونا السكن بتاعنا بتاع سكن الطلبة، وكل واحد استلم اوضته. انا اوضتي كان رقمها 1207 وهو رقمه 1902. هو كان فوق وانا في الدور الثاني. المهم استلمنا السكن زي ما قلت لكم، وبدانا بقى ايه نشوف حياتنا، نشوف كورس اللغه اللي هنبدا فيه ايه الدنيا. رحنا سجلنا فيه فعلا ان احنا موجودين ودفعنا الفلوس بتاعته. وبالصدفه في ايام الكورس واحنا ماشيين فيه اكتشفنا ان في حاجه اسمها تامين صحي اجباري مفروض الواحد يعمله وهو موجود في وفي حالتنا لازم نعمل تامين صحي خاص، لان احنا لسه بندرس لغه وما يحقلناش ان احنا نعمل التامين الصحي الحكومي. كان ساعتها ثمن التامين 35 يورو تقريبا. وبعد ما عملنا كل دوت بدانا نروح لمكتب الاجانب علشان نقلب الفيزا بتاعتنا لاقامه ونمسك تصريح العمل الغالي جدا اللي احنا محتاجينه علشان ايه نقدر نصرف على نفسنا وما نخلصش الحساب البنكي. بس قعدنا حوالي 7 شهور مش لاقيين شغل، لان احنا ما نعرفش حد، والالماني بتاعنا مش اعلى حاجه مع انه B1، بس برضو ما كانش كافي ان احنا نروح نسال في المحلات ويكون عندنا الجرأه ان احنا نقول للناس عايزين نشتغل. فكان حاجه صعبه قوي، انت بتبص على الحساب البنكي بتاعك وهو عمال ينزل كل شهر وانت ما فيش حاجه تقدر تعملها في ايدك ولا عارف تشتغل. لحد لما واحد صاحبنا اللي هو حسن برضو قال لنا ان في حد مصري بيشغل طلبة في الأمن، فقلنا زي الفل. اتصلت بيه الراجل دوت وقال لي انزل اشتغل دلوقتي. أول ما قلت له أنا عايز أشتغل، أنا طالب واسمي كذا وعايز أشتغل وبتاع، قال لي انزل دلوقتي اشتغل في الحتة الفلانية، البس بس اسود وبتاع. ونزلت اشتغلت، وعبد الله ورايا بكام يوم نزل اشتغل، وبدأت الفلوس تجري في ايدينا. على الجانب الاخر بقى كنا ماشيين في خلال ال7 شهور دولت في الB2 والC1 والدنيا كانت زي الفل، خلصناهم لحد لما بدأنا الشغل. وكان في ساعتها عندنا ما بيننا وما بين الجامعة هو امتحان اللغة اللي بيدخل على الجامعة زي التست داف او الDSH، وقعدنا بقى فيه الى ان يشاء الله. عبد الله امتحنه بتاع 10 مرات وانا امتحنته بتاع 7 مرات عبال ما نجحت فيه. ووصلنا ساعتها ل 2017 واحنا لسه ما خلصناش اللغه في بدايتها، يعني حوالي بقالي سنه ونص عمال امتحن في لغه واتعلم في لغه لحد لما وصلت ان انا اقدر ادرس في الجامعه. وعبد الله كان لسه ما خلصش اللغه حتى بتاعته، وكان خلاص بقى احبط وعايز يرجع مصر وخلاص انا مش نافع في اللغه وكل الكلام ده، بس منعناه واقنعناه ان هو يحاول تاني لحد ما نجح الحمد لله. يعني الشاهد في الموضوع والسبب الرئيسي من وجهه نظري ان احنا اتاخرنا في اللغه حاجتين: ان احنا ما كناش عارفين اشكال الامتحانات اللي بندخلها عامله ازاي، وكنا بندخل امتحانات بشكل عشوائي في كل حته في المانيا. تاني حاجه الشغل بتاع الامن كان بياخد كل وقتنا، واليوم الاجازه كنا بنبقى مش عايزين نذاكر وعايزين نرتاح من مرمطه الامن. وانا اللي نفعني وخلاني انجح في اللغه وابدا ادخل الجامعه هو ان انا قررت ان انا اشتغل في شهر مده كويسه في الامن، والشهر اللي وراه اقعد اذاكر الماني ما اعملش شغل خالص. ودي فعلا الخطه اللي نفعت وخلتني انجح في امتحان التست داف وكمان امتحان الDSH. يعني نجحت في الامتحانين، واحد منهم بس هو اللي محتاجه علشان ادخل الجامعه. فهي سبحان الله كانت الدنيا مقفوله خالص، وفي الاخر امتحانين نجحت فيهم وقدرت ان انا ادخل بواحد فيهم الجامعه. وساعتها كنت داخل على الترم الصيفي اللي هو بيبدا في شهر 4، وبقدم على طب. مفيش اي فرصه ان انا ادخل طب، ومفيش اصلا جامعات كتير بتقبل طب في الترم الصيفي. فدخلت ميديكال انفورماتكس اللي انا متخرج منها دلوقتي كجامعه، مجرد ان انا مسجل فيها بديل للطب لحد لما اعرف اجيب كليه طب في الترم الشتوي. بس لما قدمت برضو في الترم الشتوي ما حصلتش على اي قبول، وجالي قبول علاج طبيعي ورجعت تاني لعلاج طبيعي زي ما كنت في مصر. لما دخلت علاج طبيعي كان اصلا بخلع الضرس، لان انا كنت مش جايب قبول في جامعه لوبك اللي انا دخلتها، كنت محطوط على الويتنج ليست اول واحد، وعبد الله كان هو اللي داخل علاج طبيعي عشان هو كان مجموعه اعلى مني في ثانويه عامه. بس سبحان الله دخلت علاج طبيعي لما حد عمل دروب وبدات فيها. كانت الدنيا لذيذه، المواد الطبيه بحضر المحاضرات معظمها مع كليه طب، فكانت حلوه.
لحد لما بقى بدأت في المواد بتاعت علاج طبيعي ونزلت تدريب وعرفت سيستم علاج طبيعي عامل ازاي في ألمانيا، اللي للأسف ما كانش مناسب ليا. بس عرفت ده امتى؟ بعد سنة ونص أو 3 ترمات من علاج طبيعي، وقررت القرار مصيري ان انا انهي دراستي بتاعت علاج طبيعي وادرس تخصص انا معرفش عنه حاجة من الصفر، هو تخصص البرمجة الطبية اللي انا كنت بدأت ادرسه اصلا في الترم الصيفي اول ما خلصت اللغة عشان يبقى كوبري لحد لما ادخل علاج طبيعي. تخصص كان عاجبني بس انا ما كنتش اعرف عنه اي حاجة، وطبعا اهلي ما كانوش مشجعيني خالص في الموضوع دوت، وكانوا متضايقين مني جدا ان انا سبت علاج طبيعي ودكتور ومش عارف ايه ورحت للتخصص عبد الله كان بيقول له ان هو فني احصل، ان هو برضو ما كانش عارف حاجه عن التخصص دوت، واللي بالمناسبه هعمل لكم عنه فيديو قريب جدا، فما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه عشان ما يفوتكمش الفيديو دوت لو حابين تعرفوا معلومات عنه. يا دوبك قعدت تقريبا ترمين في الكليه وجت الكورونا قعدت الناس كلها في بيوتها، بس لحسن حظي ان انا كنت بشتغل امن، وشغل الامن ما ينفعش يقف، كورونا مش كورونا ما ينفعش يقف، وده كان مساعدني في الكليه ان انا المحاضرات بتاعتي يا بتنزل اونلاين بحضرها لايف كنت بسجلها، او هي اصلا كانت بتبقى مسجله، فكنت بعرف اوفق بين المذاكره والشغل. وكمان بدأت أتعلم برمجة مع نفسي علشان بدل ما أفضل شغال أمن أشتغل بحاجة قريبة من التخصص بتاعي أو بالتخصص بتاعي. وفعلا خلصت الكورسات بتاعة البرمجة، عملت عنها فيديو كامل ممكن أسيبه لكم في الآي اللي بتطلع فوق هنا أو هنا، ودخلت في مجال البرمجة واشتغلت فيه وأنا لسه طالب، وكنت ساعتها كمان اتجوزت، فكانت الدنيا لذيذة، بدل ما انزل اشتغل واسيب البيت طول النهار كنت بشتغل من البيت برمجة. اشتغلت حوالي في 3 شركات او 4 شركات قبل ما اتخرج، كلهم كانوا من البيت الا الشركة الاخيرة اللي انا موجود فيها حاليا، هايبرد بين البنين، وبنيت خبرة الحمد لله في البرمجة حاليا وشغال فيها. وطبعا اثناء كده وانا بشتغل كان الدراسة بقى لازم تخلص في الجامعة، وخلصت المواد اللي عليا واتخرجت في شهر 5 اللي فات. يعني انا قطعت شوط داخل في 8 سنين وانا بدرس في ألمانيا. حصل فيها مشاكل كتير، حصل لخبطة، بس انا راضي عن اللي حصل وشايف ان هو ده كان احسن حاجة ليا. يمكن لو كنت دخلت طب ما كنتش هبقى في المكان اللي انا فيه دلوقتي، فانا حامد ربنا على كل حاجة، والحمد لله اهلي بقوا مقتنعين بالتخصص بتاعي وبيشجعوني عليه. بالعكس ده هم فرحانين ان انا موجود دلوقتي في مصر وبقدر اشتغل ريموتلي من البيت هنا في مصر في الشركة في ألمانيا، وده ما كانش هيتحقق لو انا كنت دارس طب، ما كنتش هعرف اقعد الاجازة دي كلها. الحمد لله على كل شيء. بس كده هي دي تجربتي باختصار عن ازاي انا جبت شهادة جامعية من ألمانيا. الرحلة ما كانتش سهلة خالص ومحتاجة نفس طويل، ولازم الواحد يكون متوقع ان هيطلع له خوازيق في طريقه، والخوازيق دي ما تخلوش بقى يقف، لا يشوف خطط بديلة ويمشي فيها لحد لما يوصل للهدف اللي هو عايزه. انا سافرت ألمانيا هدفي اللي انا اجيب بكالوريوس وادرس في جامعة في ألمانيا، ما سبتش ألمانيا الا لما حققت الهدف دوت. فنصيحتي ليكم لو حد عايز ياخد القرار ان هو يسافر ألمانيا ويدرس، ما يستعجلش النتائج ويكون عنده صبر كبير جدا علشان يشوف نتيجة فعلية للهدف بتاعه. والموضوع ما كانش فعلا سهل خالص، انا يمكن عشان حكيته لكم في دقايق معدودة، لكن هو اخد سنين واخد مجهود جبار فوق ما تتخيل. بس كده، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، واللي لسه اول مرة يشوف القناة يعمل سبسكرايب، واشوفكم قريب ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.